البنات كي درتو كي بقيتو شويه كي درتو مع صحيحه كي بقيتو مزيان كلشي بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديال الطياب ديال المروزيه معروفه بان كناخذوها من الفخذ دوك العظيمات هما اللي كنديروا بهم المروزيه. كتجي كان احسن كتجي زوينه وكتجي معيلكه. بسم الله على بركه الله. انا خديت اللحم وشرملته بالعطريه ديال المروزيه، ها هي كي كتشوفوا معايا. شرملته مزيان وخليته نهار كامل ولا شرملوه في الليل يبات ليله كامله باش كيشرب ديك العطريه وديك التشرميله ديالنا. دابا غادي ندوز نطيبو. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا كنست في ديك اللحيمه باش كنشرملوها مزيان كتكون شربات ديك العطريه ديالها على حقها وطريقها. غنستفهم وغادي ندوز نطيبها. ندير ديك العطريه اللي بقات كنعاود نكبها ونجي عليها البوطه. هي زويته الناس كي كتشوفوا معايا كندير جهد معلقه كبيره ديال السمن كيعطي ديك البنه. وغادي ندير هانتوما البنات عندي كاس ديال الزيت البلديه والروميه كنخلطهم، واللي ما عندوش البلديه كيكتفي بزيت نباتيه صافي. وغنخليه يتشحر على خاطر وديك الساعه غادي ندوز نمرقو ونقفلو. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا من بعد ما تشحرات غادي ندوز نمرقها ونخليها طيب على خاطرها على الماء باش كتجينا ديك اللحمه معيلكه. الناس كي كتشوفوا معايا من بعد ما كنقلب اللحم حتى لقاه طاب صافي. دابا غادي ندوز نعسلها. كندير العسل المزيانه الا كانت متوفره. الا كانت متوفره ديروا غير السكر. الا كانت العسل كان احسن. كندير شويه ديال العسل بها انا كنعسلها، والا كانت كي قلت لكم مزيانه كتجي احسن صافي. وكندير القرفه. العسل كتبقى لكم حسب الذوق. القرفه عندي 2 معالق كبارين على حسب لا كونتيتي د اللحم صافي. وغادي نخليها تتغلي على خاطرها وتعسل. غادي ندير الزبيب اللي ديجا انا رطبته في شويه في الماء واللوز غادي نقليه وغادي نخليه حتى نبغي نقدمها عاد غادي نديرو. دابا انا غادي نعسلها ونخليها تقلى على خاطرها تغلي وتعاود باش كتعسل، وديك الساعه غادي نقدمها ونوريكم الشكل النهائي ديالها. نتوما البنات كي كتشوفوا معايا من بعد ما تعسلات وخليت المرقه تقلات باش كتجي مريقه مليبيه كندير اللوز هكا وكنقدمها على هذا الشكل كتجي رائعه بزاف. وما نحتاجش نقول لكم المذاق ديالها كي داير. كنتمنى من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتنشكركم بزاف على المسانده والمتابعه ديالكم. شكرا لكم بزاف.